حمص على طريقه المطاعم، كريميه وما فيهاش كلاكيع. تعالوا اقول لكم ازاي نعملها. اوكي، حمص منقوع من امبارح بالليل، ميه ومعلقه بيكنج صودا. اغليها لحد ما الحمص يبقى مستوي قوي. بعد ما الحمص استوى وبقى طري قوي وهو سخن، انزل عليه بالزيت، اقلبه كويس. ده هيدي لي قوام كريمي اكتر. وهسيبها في الثلاجه بس تبرد. انزل بالحمص خلاص بعد ما برد، فص توم وهضربه ده يبقى ناعم شويه. هنزل عليه بالطحينه. يا جماعه خلاص لما حطيت طحينه تقل من بقى تخين قوي، فهنزل عليه بتلج واشغل عليه لغايه لما 10 دقايق لغايه لما يبقى كريمي. ما عندكوش تلج اهم حاجه تبقى ميه ساقعه قوي بكمون وملح ليمون. انزل بالزيت شويه بشويه وايه هي بشغاله. ففي مصفى زي كده، مصفى بيت عاديه او انا عندي دي صراحه اسهل، وبدي ابدا انزل بالطريقه ديت. هي اسهل بكتير من المصفى العاديه، بس برضو ايه المصفى العاديه مش هتقول لا. ايه، اجيب العيش كده احطه على اللي هي بتاعت الزيت بالكبشه، هنزل بيها على الزيت. عيش حمرته او طبق براحتكم. انا هنزل بالحمص هنا وبمعلقه. هنزل بشويه حمص، شويه زيت، شويه حلوين يعني. احلى طبق مقبلات يا جماعه. شايفين ازاي سموذ وناعمه كانها ايس كريم مع شيش طاووق والعيش وايه. نغمس كده شويه في الزيت، حلو قوي. done.